يعني الحاج توفيق ابويا، هو بيقول لك الواد ابراهيم ابن، انا بقول بقى الحاج توفيق ابويا. كنت مره يعني مش كنت مره، كنت بحب اكل الكلب حاجات حلويات فيها سكريات. فقام جاي قال لي لا، ما تاكلش الكلب سكريات، عشان هو طبعا عمل الحوار ده عشان حاجه معينه يعني. قال لي ده الكلب ما عندوش بنكرياس. ها؟ اهو، ماشي. ف يعني الموضوع ما تفتيش قوي يعني. يعني انا مش عاوزك برضو تفتي قوي في موضوع التربيه ده. هو اقنعني بطريقه او ما، هو اقنع وقال لي ان الكلب ما عندوش بنكرياس. وطبعا الموضوع ده فضل معايا لحد ما بقى عندي 25 سنه، لحد ما اكتشفت ان الكلب عنده بنكرياس عادي، واي حيوان عنده، ده طبيعي، اي حيوان عنده بنكرياس. ما ينفعش كلب، ما ينفعش حيوان ما يبقاش عنده بنكرياس. فيعني الفتوى دي هو طبعا كان رجل مثقف. فانا كنت باكل الكلب حلويات، فالكلب طبعا كان بيجي له نوع من الهياج، واحنا كنا قاعدين في شقه، فكان الكلب يقعد يجري يمين وشمال وممكن يوقع الفازه يكسرها. فبدل ما يشتم ويعمل الموضوع بطريقه عنيفه، قام جاي قال لي ايه؟ قال لي ده الكلب ما عندوش بنكرياس، انت مش تحب الكلب؟ اه انا بحب الكلب يا بابا. طب انت بتحب الكلب يا حبيبي؟ الكلب لو اكل سكر ممكن يموت، فما ينفعش، اصل الكلب ما عندوش بنكرياس. فانا اقتنعت، فضلت مقتنع والله. طريقته، طريقه حواره خلتني مقتنع لحد ما عندي 25 سنه، لحد ما حد صدمني وقال لي يا ابني الكلب عنده الكلب عنده بنكرياس عادي، امال ازاي يعني؟ تمام. فشفتوا اسلوب الحوار في التربيه جميل جدا. بس بلاش بقى ايه يعني سنه الفتيه دي، بلاش يعني لما تيجي بقى تربي، بلاش بقى ايه يعني. انت هو اقنعني بان الكلب ما عندوش بنكرياس، لا حول ولا قوه الا بالله، لحد دلوقتي. بس نفذ اللي هو عاوزه من غير عنف، من غير زعيق وشقيط وضرب، ولا ما تاكلوش سكر وتش وتش وتش، لا لا، بالراحه خالص، بالراحه وبطريقه ذكيه جدا. خلص من الحوار. اهلا بكم يا جماعه في حلقه جديده. ابراهيم توفيق وكاش. طيب، احنا النهارده جايين نتكلم عن الخصوصيه في مصر. طيب، طبعا اخر ترند بنت بتكلم مامتها بتقول لها يعني البنت مستاءه ان مامتها ركبت كاميرا في اوضه نومها. فيعني قبل ما نعلق على الموضوع ده، تعال نشوف الخصوصيه في مصر عامله ازاي. الخصوصيه في مصر كالتالي، يعني على سبيل المثال لو ركبنا وسيله مواصلات، وجينا ركبنا وسيله المواصلات وفتحنا شات واتساب مع خطيبتي، ولقيتها بعتالي بتقول لي والله يا ابراهيم انا نفسي في ورده زي بقيه البنات جالها ورده في الفالنتاين، انا نفسي في ورده في الفالنتاين. فالاقي اللي جنبي يرد عليه يقول لي، يقول لها لا مش جايب لك ورده في الفالنتاين. ايه ده؟ فانا ارد عليه اقول له ليه يا عم ما اجيبلهاش ورده في الفالنتاين دي؟ انا نسيت اصلا ان هو بص في التليفون من كتر دي. ما هو الشعب المصري عنده لما بيحب يفتي او بيحب يتدخل في حياه واحد تاني بيبقى عنده ثقه كده غريبه. الثقه الغريبه دي بتخليك اصلا تنسى ان هو بص في تليفونك وقرا الشات. لا ده انت بترد عليه كمان، يعني انت دخلته معاك في الحوار. ليه يا عم ما نجيبلهاش ورده؟ ما اصل دي مصاريف على الفاضي، والفالنتاين ده اصلا انت عارف الفالنتاين ده معمول لايه، ويحكي لك قصه الفالنتاين اتعمل لايه، وقصه القسيس. انتوا عارفين طبعا الموضوع ده اكيد برضو اتعمل له فيديو على السوشيال ميديا وكان ترند. طيب تنسى اصلا ان هو بص في تليفونك. بعد شويه تقول له ايه ده يا عم ده، وانت تبص في تليفون ليه؟ انت مالك انت اصلا؟ الله ايه يا عم ده؟ حول ولا قوه الا بالله. يعني الخصوصيه في مصر حاجه كده عجيبه جدا. طيب، فنيجي نخش طبعا على الموضوع بتاع الكاميرا اللي اتحطت. الله اعلم بقى الترند ده مصطنع او مش مصطنع. هل مصطنع؟ في ناس بتقول ان البنت كانت صفحتها واقعه تقريبا، البيج بتاع شغلها واقع تقريبا او كده او حاجه زي كده، هي تقريبا بلوجر يعني او كده، ما الله اعلم يعني. ما ده تعمقتش في التفاصيل قوي. ف يقول لك ناس تقول لك ده عملت الترند ده مصطنع عشان تعلي الصفحه بتاعتها تاني. بس والله مصطنع او غير مصطنع هو موضوع مهم جدا، وهي طرحته في الساحه. يعني انا النهارده لما ممكن اكون حد مش فاهم حاجه وبعمل ترند معين، او بعمل اي حاجه كده عشان عاوز اعمل ترند، بس هي فردت قضيه جميله قوي في الساحه اللي هي الخصوصيه. طيب، الخصوصيه هنتكلم عليها مش بقى مواصلات عامه وواحد بص عليك، ولا واحد تدخل في حياتك، ولا مش عارف ايه. لا، احنا هنتكلم هنا هي فردت الخصوصيه في التربيه. طيب يا جماعه، هو انا لو ركبت كاميرا في اوضه نوم حد بنت او ولد، هو ده مفيد نفسيا؟ لا. طيب،
علم النفس بيقول ايه؟ بيقول ان لو انت عملت رقابة شديدة ورقابة زيادة قوي عن اللزوم، بتبني شخصية مترددة وخايفة. يعني بتخاف، بتعمل الحاجة عشان خايفة، وفي نفس الوقت هو متردد. ده لو انت بقيت رقيب زيادة عن اللزوم لدرجة ان انت ركبت كاميرا في اوضه النوم، فانت هتطلع واحد معقد نفسيا بيعمل الحاجة عشان خايف منها. وده في شخص في الاخر لما يجي هيعمل كل حاجة غلط في السر. طبعا موضوع خطير انه يعمل كل حاجة غلط في السر، وهيؤدي في الاخر ان هو مش هيطلع شخص مسؤول. يعني ايه شخص مسؤول؟ الشخص المسؤول بيتربى بطريقة، والشخص اللي بيتربى على خوف اللي هو زي المراقبة الشديدة دي بيطلع حاجة تانية خالص، بيطلع مش مسؤول، ده هو خايف. خايف يحصل كذا فبيعمل كذا، خايف يحصل كذا فبيعمل كذا، خايف يحصل كذا فبيعمل كذا. لكن اللي بيتربى بطريقة صحيحة وبتبدأ ان انت تناقشه من الصح من الغلط والصح من الغلط، وهو يعمل الغلط ويتعلم من الغلط من نفسه. يعني هو يعمل الغلط ويعرف ان هو غلط فمن نفسه يعمل الصح، او يقع في مشكلة فيعرف ان ده ما ينفعش يحصل تاني، فبيعلم نفس الحياة بتعلمه، وانت برضو بتعلمه وبتنصحه بالحوار، وان انت كل شوية تقعد معاه وتراقبه من بعيد لبعيد، تاخد منه المعلومات. ممكن مثلا تعرف منه معلومات من بعيد لبعيد كده، لكن انك تاخد موبايله غصب عنه عشان تعرف، او تحط له مش، او تراقبه بطريقه كده يعني تقتحم خصوصيته قوي زي على اللزوم. زي يقول لك البنت تقول لك ماما علقت لي كاميرا في اوضه النوم، يعني البنت هتعمل ايه في اوضه النوم؟ مش عارف، الموضوع غريب قوي. فيا جماعه غلط. يعني حتى لو انت جيت دلوقتي مثلا الولد عاوز يقص شعره، لا قص شعرك كده، ما تقصوش كده، القصه دي غلط، القصه دي بتاعت مش عارف الشباب الوحشين اللي مش عارف ايه اللي بيعملوا مش عارف ايه، دول بتوع الشباب اللي يقفوا على النواصي. طيب سيبيه يحلق اللي هو عاوزه، بعد كده تتكلمي معاه بهدوء. يا ابني الحلقه دي كذا والحلقه دي كذا واللي بيعملها كذا ومش عارف ايه كذا وبتاع. هيقتنع، هيعرف ان كده منظره يبقى وحش، فبالاقتناع هتقنعي، فده هيطلع شخص مسؤول. لكن هتجيبه تضربه وتقوم حالق له شعره زيرو، والحلقه دي مش عارف، وتقعد تفتي بقى تقول اي حاجه، تمام، ايه، يطلع شخص معقد وخايف. هو ما حلقش الحلقه عشان خايف من باباه، مش عشان مقتنع بان الشكل وحش او الحلقه دي غلط. حاجه كده بسيطه يعني. تمام. طيب، فاحنا هنا بنوجه رساله بنقول يا جماعه يعني اقروا شويه في التربيه. مش عيب. يعني انت بتقول لي انت مش عارف بعد كل السنين دي والتربيه الحديثه، يا عم مش بقول لك تربيه حديثه ولا قديمه ولا بتاع، بس في حاجه اسمها يعني حوار. العنف في التربيه غلط جدا، والرقابه الشديده زي، على فكره خلي بالك، موضوع ان احنا نعلق كاميرا في البيت ده عنف، ده انواع من انواع العنف. انت تعلق حد كاميرا في اوضه نومه عشان تراقبه تشوفه بيعمل حاجه غلط ولا صح، ده نوع من انواع العنف. فبعد اذنكم يا جماعه يعني بغض النظر ان البنت بتصطنع الترند او ما بتصطنعوش، بس لو هنركب كاميرا في اوضه نوم اطفالنا، فده يبقى الطفل او الشخص نفسه عنده مشكله نفسيه حاده كبيره جدا، ومحتاج يتنقل يقعد في مستشفى متخصصه في الطب النفسي، بيبقوا فعلا حاطين كاميرات في اوضه النوم. هي دي الحته الوحيده اللي ممكن تلاقي فيها كاميرات في اوضه النوم، المستشفيات الطب النفسي. فهو الموضوع لو وصل كده فهو ما ينفعش ان انت تحطها في بيت هو متربي فيه وبابا وماما فيه واخواته فيه، تحط له كاميرا، لا ما ينفعش. اسحبه، حطه في مكان غريب، بعد كده رجعه لطبيعته. لكن انك تركب لا، ده ممكن يجيله هوس، ده ممكن يعني الله اعلم بقى يعني الاثار الجانبيه النفسيه في الموضوع ده هتبقى عامله ازاي. بس ده طبعا موضوع خاطئ جدا. فاحب ننهي بقى الحلقه الجميله دي بتاعه الخصوصيه. تمام. ويا ريت محدش يقعد يسالني انتوا هتتجوزوا امتى، الفرح امتى، البتاع امتى، عشان دي برضو خصوصيه. يعني سيبها على، يا عم في ايه، معناش فلوس يا عم نتجوز، انت مالك انت، بنجمع فلوس، لا لا انت ايه ده، دي خصوصيه برضو خلي بالك. يعني زهقتونا بقى، دخل امتى مش عارف، اتجوز امتى مش عارف ايه، يا عم في ايه، الله معيش فلوس يا عم، الله انت رخم قوي، ده شعب غريب، الله.
وما تبصش يا عم في التليفون بتاعي تاني، انت مالك انا اجيب لها ورده ولا ما اجيبلهاش ورده؟ اللي يقول لك نعمل نعمل وقفه، ولا مش عارف نعمل نعمل حمله ضد الهدايا ليه يا عم كده زعلان ليه بس من الهدايا ده؟ تلاقي بس الجيب فاضي يلا اسيبكم بقى، تصبحوا على خير، رمضان كريم عليكم، ونراكم في فيديو اخر.